مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. في مساء يوم الاثنين 3 أبريل وفي رمضان، شهدت جماعة الساحل نواحي مدينة العرائش جريمة قتل مروعة أسفرت عن وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاما، وهو متزوج ولديه 3 أطفال، نتيجة لخلاف حول أرض متنازع عليها في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، كانت الجريمة نتيجة خلاف بين الهالك وأحد الجيران حول الأرض المتنازع عليها. وذكرت المصادر أن شجارا عنيفا نشب بين الهالك وشابين في العشرينات من عمرهما خلال الخلاف، تطور إلى جريمة قتل مروعة باستخدام آلة حادة من نوع منجل، حيث تعرض الضحية لضربة عنيفة على مستوى الرأس. وذكرت نفس المصادر أن المتشاجرين كانوا يعانون من عداوة سابقة بينهم، وقد سبق للجاني أن قدم عدة شكاوى ضد الهالك بسبب ادعائه بأنه يتعرض للاستفزاز والتخريب من قبله. وتطورت الأمور هذه المرة إلى شجار عنيف انتهى بإصابة الضحية التي تم نقلها إلى مستشفى العرائش، ثم إلى مستشفى محمد الخامس في طنجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لجروح خطيرة. وقد قام المتسببون في الحادث بتسليم أنفسهم للدرك الملكي، وتم وضع 3 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم فتح تحقيق في القضية قبل عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويعكس هذا الحدث الأليم مدى تفاقم النزاعات الأرضية في المناطق الريفية، ويؤكد على أهمية توفير حلول سلمية وعادلة لمعالجة هذه النزاعات. يصلك كل جديد، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة.